السيد عبد اللطيف النكاس المحترم. خير مع الوزير. الله يسلمك، كثر الله خيرك على استقبال الطيب. يا مرحبا، ترحيبتك كلها بالمبهار واعداد ما دعدع نسيم البرادي، ونقول مرحبا مليون وان زاد لا باس وحضور يستاهل الترحيب واكثر. عسى الله يحفظكم. اليوم الجمعيه الكويتيه للتراث تشارك بقسم من اقسامه وهو قسم تراثي تاريخي ديوانيه نذير معركه الجهراء، الذي انذر واكد للشيخ سالم بن مبارك رحمة الله عليه بقدوم جيش الإخوان الكويت، ولولا النذارة لما كانت هناك استعدادات وتجهيزات لتصدي العدو، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان بظل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وهذه نبذة تاريخية عن النذير مع الوزير. طبعا نذير معركة الجهراء ولد رحمه الله في عام 1895 في قرية الجهراء، وتوفي في عام 1949 بعد صراع مع المرض في منطقة الشويخ، ودفن في المقبرة القريبة من قصر نايف، مقبرة الصالحية. ودفن ولقبه أمير الكويت الراحل الشيخ سالم بن مبارك بلقب النذير، لأنه هو من أنذر وأخبر وأكد قبل المعركة للشيخ سالم بحشد جيش الإخوان القادم لغزو الكويت. عاصر حكام الكويت وأفنى حياته معهم وفي خدمة وطنه. شارك في العديد من معارك الكويت، ومنها معركة الرقعي في عام 1928 والتي استخدمت فيها السيارات لأول مرة في تاريخ الحروب في الكويت. بدأ حياته مع الشيخ مبارك بن الصباح وملازم للشيخ سالم بن مبارك، وبعد وفاة الشيخ سالم لازم الشيخ أحمد الجابر الصباح حتى توفاه الله في عام 1949. وهذا كتابه ألف مؤرخ الجهراء محمد سليمان الفهيس حفظه الله. يعطيك العافية ابو مطلق. وسلامتكم. تفضل. سامحونا على الإطالة. مشكور، جزاك الله خير. جزاك الله خيرك. هذه النسخ طال عمرك. إذا تبي إحنا نجيب. الله يطول لي عمرك. ترى مهم ان عندكم في ناس يمكن الدكتور ولا تقرا شوي هو يقول له الله يخليه ويبارك فيه. الله يطول. هذا اللي حفظ تاريخ الكويت، الله يحفظه، وجباره في مركزه.